هل كنت تعرف إن جسمك بعد ما بتتم 25 سنة بيكون محتاج صيانة سنوية؟ تعال أقول لك. كتير مننا ما بيفوتوش صيانة العربية، على الرغم من كده إن لو سألتك آخر مرة عملت فيها تحاليل تطمن على نفسك إمتى ممكن تكون مش فاكر. يفضل بعد سن ال 25 نعمل تحليل سنوية عشان بعد الشر لو في أي حاجة تبان بدري، وده بيختلف ما بين الشخص للتاني حسب الجينات والتاريخ المرضي للعيلة. تعال أقولك على شوية تحاليل مهمة محتاجين نعملها. CBC اللي هو تحليل الدم العام، ده يورينا لو في فقر دم أو التهابات. تحليل السكر اللي هو بيسموه فاستنج جلوكوز أو A1C، ده التحليل بتاع السكر لمدة 3 شهور فاتوا، ده مهم قوي ان احنا نكشف عن السكر قبل ما يظهر. تحليل الكوليسترول او الدهون اللي احنا بنسميه ليبيد بروفايل، ده بقى عشان قلبك والشرايين، عشان نعرف الاعضاء دي شغالة كويس ولا لا. تحليل الغدة الدرقية اللي هو TSH T3 و T4، دول بنتابع بيهم نشاط الغدة ولو في مشاكل في الطاقة او نقص الوزن. فيتامين دي والكالسيوم خصوصا لو ما بنتعرضش للشمس او عندنا وجع في العظم. الحديد وفيتامينات الدم خصوصا لو حاسين بتعب أو ضعف بدون سبب واضح. النصيحة هنا إن إحنا ممكن بعد سن ال 25 نعملهم مرة في السنة ونلحق نفسينا قبل ما يكون عندنا حاجة وتبان متأخر. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي عدى صيانة ال 25. أنا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. أشوفكم الفيديو اللي جاي.